اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد ويوم جديد. يلا نبدا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ احنا رايحين فين؟ يلا بينا ننزل. تيجوا معايا؟ تعالوا اوديكم مشوار كده قريب من البيت. شوف هنروح فين وهنعمل ايه. بصوا بقى. عايزه اقول لكم ان انا قلت بقى اخد الولاد، وبما اني يعني سمعت ان احنا هيبقى عندنا شتاء اليومين الجايين، وهيبقى فيه يعني سقعة وفي امطار. طبعا عندي عدي معتز مش يعني مش مستحب ليه جو السقعة ولا يخرج بره ولا حاجات كده. فانا قلت بقى لو جيت على جو الدرس، على وضع الدرس، انا مش مودياه وهخليه في البيت. يبقى عدي بس اللي يروح ويجي وهو لسه تمام تمام. قلت بقى اخدهم وانزل الاول قبل ايه ما الدنيا تشتي واعمل، وبالفعل الدنيا تشتي علينا في الشارع. وهتشوفوا احنا رايحين فين. اول حاجه كده انا نزلت هنا علشان اعرف اسعار الطماطم. كان طبعا ما كانش عندي حاجه في التلاجة نهائي، كانت التلاجة فاضيه من كل حاجه. فقلت بقى لا، ما بدهاش انزل اجيب شويه حاجات كده والقط شويه حاجات للبيت. يعني هشوف كده. قلت بقى احنا ما رحت طبعا ما رحتش السوق. لقيت ابو احمد بقى ده كنت بشتري منظفات، لقيته بقى نادى عليا قال لي ايه يا ام عدي انت فين؟ وحشتنا فلوسك. اه والله زي ما بقول لكم كده، عشان يعني ايه ما جبتش منه من زمان. قلت له طيب تمام. اسعار الغاليه عندك ايه؟ قال لي الغاليه عندي تمام، تعالي شوفي. قلت له طيب خلاص هروح اشوف. المهم نزلت بقى جبت شويه طماطم كده يعني ينفعوا تسبيكه وطبيخ، وبقيت ننقي منها وحاططها كلها وبقيت انقي منها. جبت بقى 3 كيلو طماطم ب20 جنيه. تمام. وجبت 2 كيلو تاني بكام؟ والله ما فاكره. يعني انا خدت 2 كيلو ناشفه للسلطه بقى، واللي هي هتقعد في التلاجة. تمام، يعني تقعد معايا شويه حلوين، اسبوع ولا حاجه. يعني سلطه كده بقى. تتقطع كده ترنشات جنب الاكل. المهم جبت 3 كيلو للطبيخ. تمام، وخدت 2 كيلو. المهم ال3 كيلو دول كانوا ب20، وال2 كيلو التانيين دول بسعر تاني، يعني اغلى شويه. فالمهم بقى قلت خلاص ايه، هاخدهم. واشتريت بقى خيار. الخيار يعني رافعة مش حلوة قوي، مش عارفة ليه كده. تمام، لقيت الخيار ب20 جنيه. في حالة ذهول انا بقى وانا بشتري اهوت بنقي، وانا وعدي بينقي. وهو بيتضايق من عدي ان عدي بينقي، يعني مش عايز ينقي، مش عايزنا ننقي. هو عايز ينقي لنا بمزاجه عشان هو حاططها كلها على بعضها، وانا بنقي منها طرية لوحدها وناشفة لوحدها. المهم سألته على الخيار، لقيت الخيار ب20 جنيه. رحت واخدالي نص كيلو. قلت لا مش مشكلة، اخد نص كيلو بس عشان خاطر يعني ايه، امر السلطة او اي حاجة ينفع يعني جنب الجبنة وكده. وجبت ربع فلفل على شطة حراقة، لان ما لقيتش شطة باردة. عندي عدي بيحب الشطة الباردة، بيحب ياكلها جنب الفول والحاجات دي. بس وقعدت بقى اسأل على الاسعار كلها الموجودة عنده. الليمون بكام؟ ربع ليمون عنده ب4 جنيه، خدته ب3 جنيه. بفاصل برضو، يعني اي حتة يروح فيها فاصل. كابوتشاية ديت قال لي 10 جنيه، خدتها ب7. تمام. كده يعني. وبعدين جبنا بدنجان بقى، وجبت شوية حاجات للبيت كانت ناقصاني. وجبت فاكهة بقى للولاد، سفندي بقى وحاجات كده علشان خاطر ايه، انتوا عارفين بقى البرد وعايزين فيتامين سي وحاجات من دي. وسألت على عسولة البسلة. طبعا لقيتها لسه غالية ب30 جنيه. اللي خلاص خدي ب25. قلت له لا، انا اصلا كان عندي، بس انا مش هجيب دلوقتي. مستنيه يعني ايه لما اللي عندي خلاص. انا فاضل حاجات بسيطه عندي خالص في الفريزر مستنيه تخلص، واشتري بقى تكون نزلت شويه سعرها، وتكون كمان الدنيا يعني شتت وكده، تكون بقى حلوت اكتر يعني. هي لسه بقى جديده فمش هتكون سكرت يعني. وجبت بدنجان بقى زي من ده كده عشان ايه يعني نخلله بقى ونخليه مخلل في التلاجة. لان انا كان عندي ليمون، ماما كانت عامله لي برطمان ليمون زي العسل، قد كده، والله قد كده مش عايزه اقول لكم. بعدين عودية عندي بسم الله ما شاء الله بيحبه. المهم كلنا اللي كلناه منه وخلاص وظبطنا الدنيا. وفجأة ببص لقيت لك البرطمان، بقيت الحبة الشوية اللي فضلوا فيه ناعم وكده وخلاص مش نافعين. ورحت غاسلة البرطمان عشان اوديه لماما تعملي فيه تاني ليمون. ماشي يا ماما لو سمعت الفيديو دلوقتي، برطمان ليمون تاني لو سمحتي. بس المهم بقى يا جماعة، انا اشتريت بقى وقعدنا ننكف في بعضينا واشترينا الحاجة. وهقول لكم رحت فين كمان. رحنا بقى محل بقى، جبنا شوية حاجات، جبنا بيض. تمام. عايزه اقول لكم ان انا وانا بعمل البيض ده، لقيت فيه بصفرين، فرحت قوي. والله عرفت ان ربنا راضي عني، وان شاء الله كرم ربنا علينا باذن الله موجود، وفي خير ورزق كده. في حاجات كده بتحصل في حياتنا ما بناخدش بالنا منها، بس هي بتبقى علامات من عند ربنا يعني. الحمد لله على كل شيء.
اللهم بارك بقى. رحت جايبه بقى ايه شويه بيض، قلت برضو خليه في البيت للولاد فطار امر عشاء كده، بينفع بصراحه. وساعات بعمل منه في الغدا شكشوكه، بعمل كده يعني، بعمل منه حاجات. إيه برضو لو حبيت اعمل صينيه كيكه للولاد في الفطار ممكن يعني ايه، بينفع. طبعا دي حاجة أساسية في التلاجة. قلت بقى أجيب بيض وجبت جبنة وهتشوفوا دلوقتي. المهم يعني احنا خلاص في آخر الشهر. أنا طبعا الفيديو ده أنا مصورة بقى له كام يوم، بس طبعا كان عندي على التليفون لأن كان في فيديوهات تانية اللي نزلت كانت موجودة برضو على التليفون، فهو اتأخر عليكم يومين. فأنا طبعا يعني قلت ايه بقى، بما إني لسه هشتري حاجات الشهر، إيه ما جبتش حاجات للشهر طبعا خالص. فروحت قايله ايه خلاص انا هجيب شويه الحاجات دول وخليهم علشان خاطر ما استهلكش منهم كتير. علشان بصوا خليكوا بقى، بصوا بقى الخباثه هنا بقى، هنا الخباثه بقى، ان انا ما استهلكهمش يعني ما استخدمش منهم كتير، واحافظ عليهم واستخدم منهم بكده بالنونه نونه كده وبالراحه، علشان خاطر ايه، ان انا لما يجي عليا الشهر الجديد بقى، يبدا علينا الشهر بالخير يا رب، يكون بقى ايه عندي حاجات في التلاجة. اغيب شويه يعني، اقعد يومين كده ولا حاجه، ما اشتريش حاجات الشهر، فبالتالي هيوفر معايا، يكسر معايا بقى الشهر تاني. تمام تمام. يعني انا لما اشتري مثلا نعدي كام يوم كده من الشهر، يبقى عندي في حاجات في البيت، فبالتالي مش هنزل بدري. بالتالي لما هجيب الحاجة مثلا يوم 10 يوم 5 يوم 7 كده، هيمد معايا الشهر تاني. فبالتالي انا مش يعني هيبقى موفر بالنسبة لي، انا بالنسبة لي كده اريح يعني، ان انا هبقى موفرة شوية. تمام. قولوا تمام لو وصلتوا لحد هنا، وتنسوش تحطوا لي لايك وسبسكرايب يا جماعة، علشان القناة هتترفع بيكم انتوا مش بيا لوحدي. وهنا دي بقى كنت جبت مرطة للولاد، وجبت جبنة قريش زي ما قلت لكم بقى، انا جايبه حاجات للفطار وكده، انتوا عارفين الحاجات دي. جبنة القريش عارفين لقيتها اول حاجة هقول لكم فوائدها، ليها فوائد متعددة بالنسبة لي. ليها ميزة ان هي طبعا اصح جبنة هناكلها في حياتنا. انا دلوقتي بقيت اكره الجبنة العلب، معرفش ليه. تمام. دي كانت حتة جبنة قريش برضو، كانت ماما عطيها لي. تمام. هقول لكم كانت ماما عطيها لي وكانت خالتي جايباها لها. اه والله. يعني انا ماما كده يعني. المهم قلت بقى ايه، كانت في العلبة هنا، قلت اجيب دي عليها اخليها برضو في التلاجة، لقيتها اصح. وكمان ايه، عايزه اقول لكم ان انا كرهت الجبنه العلب. معرفش بقيت ما مش عارفه، انا بجيبها للولاد بس بصراحه ما بقيتش اكل منها كتير يعني. ودي بقى لقيتها اوفر من التانية، يعني احنا مثلا نجيب علبه من التانية، طب ما دي اوفر. تمام. جبت ده نص كيلو ب20 جنيه، ب25 جنيه. وجبت ربع مرته ب20. تمام. معرفش الاسعار دي غاليه ولا ايه، انا ما جبتش الحاجات دي من زمان يعني، بقى لي فتره كده، فحسيت ان اسعارها غاليه. جبت ازازه زيت يا جماعه ب45 جنيه. ايوه ب45. زرغتوا لي في التعليقات. جايبه ازازه زيت، اول مره تحصل، دي تاني مره ان انا اشتري ازازه زيت في حياتي. في حياتي من ساعه ما عملت بطاقه التموين عمري ما اشتريت ازازه زيت فرداني من بره. يلا بقى. وبعدين جبنا بقى عجوة، قلت بقى اعمل للولاد، طبعا الشتاء جه، وفي الشتاء ده الولاد بيبقوا عايزين بقى حاجة ايه تقويهم وتديهم طاقة، وفي امتحانات عندنا اليومين دول. ادعوا لنا تعدي على خير، علشان انا بيبصوا كده يعني بيحصل لي ارتجاج من عضي في الامتحانات. تمام تمام. وهنا دي مخروطه برضو، قلت بقى ايه اجيبها بحيث ان انا ايه يعني اعمل لهم مخروطه بعسل ولبن، برضو تدي طاقه وتدي باور للولاد يركزوا، اللي بيروح مدرسه وبيروح درس وبيروح يمتحن وبيطلع وينزل يستلم كتير والحاجات ديت يعني. ولادنا طبعا في سن النمو، فطبعا لازم نهتم بالغذاء بتاعهم بالاكل بتاعهم. تمام. كل اللي معاها اولاد بصوا بقول لكم، ده ال2 كيلو طماطم الناشفه، ودي ال3 كيلو طماطم اللي هي كانت يا جماعه مستويه، اللي قلت لكم انا جايباها علشان خاطر اعملها صلصه، عشان اسبكها يعني واشيلها. بما ان بقى خلاص احنا قربنا على شهر رمضان، كل سنه وانتم طيبين، وربنا يجيبوا يا رب عليكم وعلى الامه كلها بالخير والبركات يا رب، وتكونوا بصوا في احسن حال، وتكونوا فرحانين ومتهنيين يا رب العالمين. المهم بقى عايزه اقول لكم ان انا هبدا اعمل ايه بقى. هبدا اعمل خطه. تمام. خطه جهنميه كده، ان انا اجيب طماطم، وايه المانع ان انا اجيب كيلو تاني اصلصه واركنه في الفريزر. تمام. ايه المانع ان انا مثلا اجيب فاصوليا واجيب نص كيلو تاني، اظبطه كده واقطعه واجهزه كده في علبه في الديب فريزر، او في الفريزر بتاع التلاجة مثلا. انا عملت كده، جبت مثلا كوسه قطعتها وخليتها في الفريزر، قلت برضو ايه لو ما استخدمتهاش هخليها هتنفعني. يجي بقى علينا رمضان نبدأ بقى ايه يعني انا الكوسة وحاطه جزر وحاطه حاجات، ده بدنجان يا جماعه انا لسه جايباه ما تقولوليش يعني. بصوا هو انا جايبه البدنجان ده والبدنجان ده والخضره دي ب10 جنيه،
يعني الخضره الطبق اللي في ده ب10 جنيه كله على بعضه كده. وجبت بصل اخضر، وجبت اللهم صل على النبي، جبت الكاوتشايه دي ب7 جنيه قلت لكم. تمام تمام كده، عشان انتوا عارفين انا بحب الكاوتشي قوي قوي قوي. وجبت الليمون ده خدته منهم 3 جنيه، كان عايز يضحك عليا وادوني ب4 جنيه. ما اعرفش ليه بيضحك عليا يعني. بس المهم بقى رحت انا قايله إيه، وكنت جايبه جزر برضو. ساعات بقى بالكوسه يعني ايه هي موجوده على طول، بس انا يعني ساعات ايه بخليها بقى اخد منها للعدس. اعمل مثلا خضار مشكل. عندي عودة بيحب الخضار المشكل، طبيخ كده سوتيه كده، ويكون يعني متحمر وشه وفيه لحمه وحاجات كده. قلت مثلا ما استخدمتهوش هخليه في الفريزر برضو، مش هيخسر بقى. حاجات ديت يعني ايه بتنفع في رمضان. مثلا نزلت السوق هاتي كيس رز واركنيه، نزلتي هاتي مثلا ازازه زيت واركنيها زي ما انا عملت كده. انا اولا كان عندي ازازه زيت، بس طبعا لما نزلت ولقيتها قدامي رحت جايباها، بحس ان انا عايزه اكثر عندي بقى زيت، لان احنا هيجي علينا رمضان. عايزين السكر طبعا، انا سامعه انه غالي. انا بصراحه ما بشتريش سكر، لان سكر التموين انا مش من النوع اللي هو مستهلك السكر كتير. هو باخدهم 2 ساعات بتوفر منهم والله يا جماعه. بس طبعا مع رمضان والحاجات بتاعه رمضان اللي احنا هنيجي عليها ديت مش هيكفينا. فانا قلت بقى ايه، يا بنتي يا دودو شغلي دماغك، كل ما تنزلي السوق هاتي حاجه واركنيها في البيت. السكر مش هيجرى له حاجه، الدقيق برضو لو حطيناه في درج التلاجة مش هيجرى له حاجه، الزيت طبعا ده اساسي مش هيجرى له حاجه. ممكن نجيب مثلا كيس مكرونه نركنه، كيس لسان عصفور نركنه. دي بقى الحاجات اللي احنا بنرصها دي يا جماعه، دي فاكهه. تمام، قلت بقى اجيبها للولاد طبعا. يعني ايه، يعني انا لما اجيب مثلا يعني ده التفاح ده انا جايبه نص. تمام، اليوستفندي جايبه مثلا جايبه كيلو ونص يوستفندي. تمام، جايبه الموز جايبه كيلو موز. تمام، الحاجات دي هتفضل في البيت، هتقعد معايا مثلا ايه اسبوع كامل. الحاجات دي عامله قد إيه كلها؟ ما دخلتش معايا في حدود 50 جنيه او 55 جنيه بالكتير خالص. او ايوه موز ب15 ب12. الموز ب12 خدت كيلو. ويستفندي ما جيبوش ال50 جنيه. تمام، قلت يعني ايه بما ان اعمل طبق فاكهه مشكل كده للولاد، اخليه قدام منهم عندي في الفريزر، لان هما بيذاكروا في اوضه المعيشه، بيقعدوا يلعبوا في اوضه المعيشه. فبالتالي وانا مش فاضيه وهما جعانين هيمدوا ايديهم وياخدوا حته فاكهه ياكلوها. تمام، بما ان ايه طبعا احنا في شتاء وفي سقعه وكده. وبعدين بصراحه انا ولادي ضعفانين شويه، فانا عايزه قلت اغذيهم يعني. بس يا جماعة قلت بقى ايه، بما اني بقى نزلت ومن ضمن التوفير انا طبعا بطلت منتجات الشركات. يعني ما بجيبش حاجات شركات دلوقتي، احنا مش عارفين مين اللي معانا ومين اللي علينا وايه المضروب وايه اللي مش مضروب. ما بقتش فاهمه حاجه. فالمهم هقول لكم بقى على حاجه. انا نزلت بقى رحت جايبه الصابون ده سايب. طبعا انتوا عارفين انا بجيب سايب دلوقتي من بتاع المنظفات. عايز حاجه بصوا، بسم الله ما شاء الله جميل، اسمه بريل عنده غير الصابون العادي. بجيب يعني انا ادفع مثلا جنيه زياده